السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن مفتاح الرزق والطمأنينة. هنتكلم عن الصدقة، وهقول لكم على أفكار حلوة قوي تعملوها تتصدقوا بيها. تعالوا الأول نعرف مع بعض آداب الصدقة. من آداب الصدقة إن يكون عندك ثقة إن ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل منك. مش مثلا ندي صدقة ونقول بقى مش عارفين بقى ربنا يتقبل ولا لا، لا، يكون عندك ثقة ان ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل منك. الحاجة التانية، انت بتختار احسن حاجة عندك. يعني مثلا لو هتتصدق بلبس، تختار احسن حاجة عندك. حاجة مثلا انت ما تكونش بتلبسها، تمام، وتتصدق بيها. ما تكونش طبعا مقطعة او متبهدلة او مبقعة، لا، بنتصدق بحاجات قيمة. لان خلي بالكم ان الصدقة دي بتروح لربنا سبحانه وتعالى، بتتحط في ايد ربنا سبحانه وتعالى الاول. من اداب الصدقة برضو اللي احنا نتصدق للاقربون. بمعنى لو انا عندي حد من قرايبي ظروفه مش احسن حاجة، وعارف ان هو محتاج، فالاولى اللي احنا ندي الاقربون، لان ده بيكون ليها ضعف الاجر. ليه؟ انت كده بتجمع بين حاجتين، بين الصدقة وصلة الرحم. من آداب الصدقة برضو اللي احنا بنبحث عن الأكثر احتياجا. يعني ايه؟ يعني مثلا أنا بشوف أكتر حد محتاج وبروح أديله. مش بدي صدقة لأي حد وخلاص، لا، ما هو ممكن يكون مثلا حد قاعد في الشارع، ممكن ياخد الصدقة دي مني ويروح يشتري بيها أي حاجة مش كويسة. فاهمني؟ فلا، احنا لما بنيجي نتصدق بنشوف الصدقة دي للأولى أو الأكثر احتياجا. حد مثلا مع اولاده عايز ياكلهم، عايز يعلمهم، عايز يلبسهم. بنفضل نبحث وندور، وانا هحكي لكم قصه بس اخلص بس اداب الصدقه حصلت معايا شخصيا يعني. طيب، هو الاحسن اللي انا اعلن عن الصدقه ديت ولا لا؟ على حسب الانفع للمحتاج. طيب ازاي؟ يعني مثلا لو المحتاج ده الانفع ليه اللي انا اقول عشان الناس تتشجع وتروح وتتبرع او تروح تتصدق ليه، فماشي اوكي هعلن. لكن لو الانفع للمحتاج دوت اللي انا ما اتكلمش عشان خاطر ما احرجش مشاعره وما اذيهوش نفسيا، فلا، يبقى خلاص ما تعلنش عن الصدقه دي. من آداب الصدقة برضو اللي أنا بعد ما أتصدق، لو الشخص ده عمل معايا أي موقف أيا كان، ما يجيش مثلا آه، أذله أو مثلا أقول له فاكر لما اديتك أو فاكر لما عملت معاك كذا. لا، أنت لو بتعمل حاجة بتعملها لوجه الله، فخلاص أنت بتنسى الموضوع أصلا، ما بتحطوش في دماغك، عشان ممكن غصب عنك الشخص دوت يحس منك بإحراج من نظرة عين من أي موقف. فلا، انت لو بتعمل حاجة فانت بتعملها ربنا سبحانه وتعالى، فخلاص. من آداب الصدقة برضو الأدب، واحنا بندي الصدقة ما يكونش فيه تعالي، يكون فيه ابتسامة ورضا، وما تحسسهوش ان انت بتتعالى عليه او بتديله حاجة. لا، ده برضو من آداب الصدقة. تعالوا بقى يا حبايبي نتكلم مع بعض على أفكار للصدقة، عشان تعرفوا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا ورحيم بينا، انه مش محدد لنا حاجة معينة اللي احنا نتصدق بيها. لا، من انواع الصدقة او من الافكار الصدقة الكلمة الطيبة. انت ممكن تقعد مع حد تقول له كلام ايجابي وكلام كويس، دي سبحان الله بتعتبر صدقة، ان كلامك ده ممكن يفرق معاه جدا. من افكار الصدقة برضو، لو انت مثلا عارف موظف ظروفه مش احسن حاجة وعايز مثلا يعلم ولاده كويس، او عايز مثلا يجيب لبس لولاده، ممكن تديله برضو صدقة بطريقة غير مباشرة. يعني مثلا تروح تزوره، تدي لولاده فلوس، تمام، ما تدلوش هو عشان برضو حساسيته، لو انت حاسس انه ممكن يتضايق، بتدي لولاده فلوس، ودي برضو بتعتبر صدقة. من افكار الصدقة برضو الاطعام. يعني ممكن نعمل اكل وننزل نديه للناس اللي مثلا محتاجة في الشارع، حتى لو حاجة بسيطة جدا، لو فينو مثلا وجبن، حلو قوي. اي حاجة ما قدرتك تعمليها اعمليها وتصدقي بيها. يعني مثلا عملتي اكل في بيتك، اوكي، جيبي اطباق فويل وحطي من مثلا من الاكل اللي انت عملتيه، وانزلي اديه مثلا اي حد محتاج. ويا سلام بقى لو تشاركي ولادك في الموضوع ده، يا نهار ابيض، بيكونوا فرحانين جدا، وهتحسي بسعاده وراحه نفسيه مش طبيعيه.
برضو يا حبايبي من افكار الصدقة الملابس. احنا طبعا في ملابس بتصغر علينا او بنبقى مش محتاجينها دلوقتي خلاص، نبدأ نتصدق بيها، بس اهم حاجة ما تكونش مقطعة او مبهدلة او مبقعة. ويا ريت نعلم ولادنا ونشارك ولادنا معانا في الموضوع ده. يعني مثلا نقول لهم إيه الملابس انتوا مش محتاجينها، نعمل كده زي بوكس نحط فيه الحاجة اللي احنا مش محتاجينها، ومثلا سواء بقى ملابس سواء ألعاب، اي حاجة هم مش محتاجينها نبدأ نتصدق بيها. عايزة اقول لكم هتتفاجئوا بولادكم بجد، هيكونوا فرحانين وسعداء جدا، وانت هتكوني فرحانة بيهم برضو. برضو يا جماعة من افكار الصدقة المية، ودي حاجة سهلة جدا. يعني مثلا انت عندك ازاز بتمليها، تمام، وتحطيها في التلاجة تسقع، ونزل تصدقي بيها للناس اللي في الشارع. واحد بيبيع خضار، واحد بيبيع فاكهة، واحد ماشي في الشارع، الناس دي بجد بتبقى عطشانة جدا، فتديهم ايه المية دي، وصدقة سهلة جدا اهو. برضو من افكار الصدقة الابتسامة. مجرد الشخص بيبتسم مثلا للشخص اللي قدامه انت بتاخدي صدقة. حد مثلا جالك ابتسمي، بتقابلي حد مثلا بتسلمي عليه ابتسمي، كل دي صدقات بتبقى في ميزان حسناتك. برضو من افكار الصدقة اللي احنا نأكل الحيوانات. لو لقيتي قطة مثلا، ساعات في قطط كده بتيجي قدام البيت عندنا، نحط لها مثلا شوية لبن، نحط لها اي اكل ليهم ياكلوه، برضو بتكون صدقة حلوة جدا. لو انتي ماشية في الشارع لقيتي مثلا قطة او لقيتي كلب، اديله اي حاجة ياكلها، فاهماني؟ برضو دي حاجة حلوة قوي. لو جبتي شوية حبوب مثلا رز او اي حاجة وحطيتيهم في البلكونة عندك، والطيور مثلا تيجي تاكل منها، برضو دي حاجة حلوة جدا. برضو لو انتي جبتي اي حاجة حطيتي فيها مية وحطيها في البلكونة، بس مجرد ما الطيور تيجي على البلكونة بتاعتك وتشرب من المية ديت او تاكل من الاكل اللي انتي حطيتيه دوت، دي بتبقى صدقة. فشوفي حاجات سهلة قوي ومش مكلفة نهائي اللي انتي تعمليها، بس تفرجي على الرزق والاجر اللي انتي هتاخديه، والله هتدعي لي. في فكرة ممكن برضو تعمليها، تجيبي بطرمان تمام وتكتبي عليه صدقات. الفكرة دي على فكرة حلوة جدا، اوكي. ومثلا خلاص احنا كل اسبوع يا ولاد هنتصدق باللي موجود في البطرمان دوت. اللي معاه جنيه بقى يحط، اللي معاه 2 جنيه، اللي معاه 5 جنيه، كل واحد بمقدرته، تمام. وكل اسبوع بنطلع الصندوق دوت او البطرمان ده، بناخد الفلوس اللي جواه ونطلعه صدقة لأي حد محتاج. طبعا كل دي افكار حلوة قوي، ولو حد عنده افكار تاني ياريت يكتبها لي في الكومنت، بحيث برضو ابقى انا كمان عارفاها وغيرنا يبقى عارف، ويبقى صدقة لينا في ميزان حسناتنا بإذن الله. وعايزة اقول لكم يا حبايبي، والله الصدقة مش بس بتغير حياة اللي انت بتساعده، لا، دي بتغير حياتك انت الاول. عايز ربنا يوفقك في حياتك، تصدق. عايز ربنا يغنيك، تصدق. عايز ربنا يغفر لك ذنوبك، تصدق. عايز تكون مع الأنبياء والمرسلين، تصدق. عايز ما يحصلكش أي حاجة وحشة في حياتك، تصدق. جرب النهاردة إنك تتصدق، وشوف السعادة والفرح اللي انت هتحس بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.